ناس كتير بيبقى عندها شغف بالقراءة وبتقرأ كتب كتير، بس بعد فترة صغيرة بتنسى معظم المعلومات وما بتفتكرش أي حاجة، فتجرب إنها تلخصها فتكتشف إن التلخيص ده شيء مش مفيد ومش بيفكرها بالموضوع اللي قرأته. مع إن عزيزي المشاهد التلخيص فعلا من أفضل الطرق عشان تفضل فاكر المعلومة اللي قرأتها، بس مهم جدا يكون التلخيص ده بشكل منظم وفعال عشان تقدر تستفيد منه بعد كده. فتعالى يلا أقولك على شوية نصايح تخليك تلخص بطريقة فعالة. عشان تلخص بأحسن شكل بنصحك تمشي على الستابس دي. قبل ما تقرأ الكتاب حدد هدفك من القراءة، انت عايز ايه من القراءة دي؟ هل بتقرأ عشان امتحان او عشان تحضر مادة علمية معينة، او ممكن تكون بتقرأ عشان معلومات عامة؟ فكل هدف هيخليك تلخص بشكل مختلف. اقرأ الفهرس ومقدمة الكتاب عشان تعرف ايه الأجزاء اللي هتساعدك انك تحدد الهدف من قراءتك، ده هيخليك مركز أكتر وتوفر وقتك وانت بتقرأ. بعد قراءة شوية فقرات كده اكتب اللي فهمته. ممكن الكتابة تبقى على هامش الكتاب أو في مكان خارجي، مهم جدا انك تكتب اللي فهمته بأسلوبك مش بأسلوب الكاتب. وبعد ما تخلص كل فصل اكتب اللي فهمته من الفصل ككل. مش لازم تكتب كل حاجة عايز تفتكرها، ممكن تعلم على الحاجات المهمة في الكتاب ويبقى ليك الكود الخاص بيك في الألوان. يعني مثلا لو في دراسة أو بحث ممكن تعلم عليه باللون الأحمر، معلومة مهمة باللون الأخضر، مقولة عجبتك باللون الأصفر، وهكذا. سيب اللي كتبته حوالي أسبوع على الأقل، وبعد كده ارجع اقرأه تاني. اللي هتفهمه المرة دي اكتبه برضه بأسلوبك، لأنك وقتها هتربط بين المعلومات اللي اتعلمتها وبين المعلومات القديمة وهتفهم بشكل مختلف. بعد كده ارجع للملخص ده مرة كل شهر على الأقل أو وقت ما تحتاج. وبكده لما تطبق الأفكار دي هتقدر تكتب ملخصات بشكل فعال، وبسهولة جدا هتقدر تفتكر المعلومات اللي في الكتاب. كمان ده هيساعدك بشكل كبير قوي على التركيز أثناء قراءتك للكتاب ده، لأنك لما تكون بتقرأ وعامل حسابك إنك هتكتب ملاحظاتك تركيزك ساعتها هيبقى أقوى بكتير.